برا المألوف مش بس كلام، دي رحلة بتكشف لنا معاني وبتفتح الأبواب. كل فكرة حرة وكل صوت له جواب. أهلا وسهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست برا المألوف. حكاية النهاردة هنتكلم فيها عن التفكير الكتير overthinking اللي بيعاني منه كتير من الناس وأنا أولهم. أنا بعتبره لعنة مش عارفة أوصفه بإيه، لأنك بتحس كده إنك عايش جوه دماغك، أصوات كتير، ناس بتصارع بعض، حياة تانية موجودة جوه دماغك مش بتسكت لا ليل ولا نهار. يعني أكيد جربتوا قبل كده تكونوا عايزين تناموا، لكن العقل بمجرد ما تحط دماغك على المخدة بيجيب لك القديم والجديد وما بيسيبكش تتهنى بالنومة، وتلاقي نفسك عمال تعيد وتزيد في موقف حصل من فترة كأنه بيحصل قدامك تاني دلوقتي، أو تتخيل في سيناريوهات عمرها ما هتحصل. التفكير الزائد هو عادة بنغرق فيها من غير ما ناخد بالنا، وبدل ما تساعدنا على حل مشاكلنا بتخلينا نحس بالتوتر والقلق ونفقد السيطرة على اللحظة. طب ليه بنفكر كتير بالشكل ده؟ ليه دايما بنحاول نفهم كل حاجة وندور على حلول لكل سؤال؟ الحقيقة إن أغلبنا بيميل للتفكير الزائد لأنه جزء من رغبتنا في السيطرة. عايزين نتحكم في كل جوانب حياتنا، نعرف اللي هيحصل قبل ما يحصل، ونضمن إننا مش هنقع في مشاكل أو أخطاء. بنحاول نتوقع السيناريوهات، نفكر في كل احتمال، وبنسأل نفسنا إزاي كان ممكن أتصرف بشكل مختلف؟ هل أنا اخترت القرار الصحيح؟ التفكير الزائد مش دايما بيجي من المواقف الحياة اليومية بس، لكن كمان ممكن يتولد من أشياء بسيطة، زي إنك تقرأ كتاب، تتفرج على فيلم أو حتى مسلسل، تحس إنك اتسحلت في الأفكار وتلاقي نفسك بتحلل كل حاجة شفتها أو قريتها، وتبدأ تفكر ماذا لو كان المشهد ده حصل بالطريقة التانية؟ ليه الشخصية دي اتصرفت بالشكل ده؟ إزاي كان ممكن النهاية تكون أفضل؟ وأحياناً الأفكار دي بتستمر معاك لفترة بعد ما تنتهي من القراءة أو المشاهدة. يعني ممكن تكون خلصت الفيلم من ساعات، لكن مخك مش قادر يتوقف عن إعادة تخيل الأحداث أو السيناريوهات البديلة. طب دلوقتي خلينا أسألكم سؤال بسيط، هل فعلاً نقدر نسيطر على كل حاجة في حياتنا؟ هل ممكن نعرف كل التفاصيل ونضمن كل النتائج؟ الإجابة ببساطة هي لأ طبعاً، لأن الحياة دايماً فيها متغيرات مش تحت سيطرتنا. مهما حاولنا نخطط ونتوقع، في حاجات هتحصل مش هنبقى مستعدين ليها. التفكير الزائد هنا بيبقى زي محاولة الإمساك بالمية، كل ما نحاول نتحكم أكتر كل ما الأمور بتفلت من إيدينا أكتر، وفي النهاية بنوصل لحقيقة صادمة. التفكير الزائد مش بيدينا حلول، بل بيخلينا عالقين في نفس المكان، بنفقد قدرتنا على اتخاذ القرارات بجرأة، بنضيع وقتنا في تحليل مواقف حصلت وانتهت، ونتوه في احتمالات مستقبلية مش ممكن نتحكم فيها أبداً. الجميل في الموضوع إننا مش محتاجين نعرف كل حاجة عشان نعيش حياة كويسة. فكرة السيطرة المطلقة هي وهم، اللي نقدر نعمله فعلاً هو إننا نعيش اللحظة ونتقبل إن في أشياء خارج إرادتنا. مش لازم نفهم كل حاجة أو نتنبأ بكل شيء. ممكن نخطط للمستقبل وناخد قرارات مدروسة، لكن مش لازم نكون عالقين في دوامة ماذا لو. نقدر نقول إن التفكير الزائد بيجي من خوفنا من المجهول، من عدم القدرة على التكيف مع المفاجآت. لكن لو اتعلمنا نتقبل الغموض ونعرف إننا مش مضطرين نفهم كل حاجة عشان نكون بخير، هنا هنقدر نتحرر من لعنة التفكير الزائد. هتقولولي ده كلام كويس جدا، هل في طرق عملية ممكن تساعدنا نتخلص من التفكير الزائد؟ طبعا في، يعني معقول هجيلكم من غير طرق؟ أكيد في، وكلها ساعدتني جدا إني أتخلص من الحياة اللي أنا عايشاها جوه دماغي. أول حاجة بعملها لما بلاقي نفسي غرقانة في دوامة التفكير هو التنفس العميق. نفس عميق من الأنف ونخرجه من الفم، هتحس إنك هديت على طول، وهيساعدك تركز على اللحظة الحالية بدل ما تفضل عايش في مخاوفك. التأمل كمان وسيلة قوية لتصفية الذهن، مجرد الجلوس في هدوء والتركيز على التنفس لمدة دقايق يومياً هيساعدك تهدي عقلك. الامتنان، في وسط دوامة التفكير بننسى نركز على الحاجات الإيجابية اللي حوالينا. جرب كل يوم تكتب 3 حاجات أنت ممتن ليها. التركيز على الامتنان بيغير طريقة تفكيرك وبيخليك تتجنب التشتت بالأفكار السلبية اللي مش هتفيد.
الكتابة والتفريغ، وبيسموها حالياً journaling. لو الأفكار بتهاجمك بشكل مستمر، جرب تفرغها على الورق. اكتب كل حاجة بتفكر فيها بدون ترتيب أو تنظيم. ده مش هيخلي الأفكار تختفي تماماً، لكنه هيقلل من الضغط اللي بيحصل لما تفضل الأفكار محبوسة جوه عقلك. بس مثلاً النقطة دي أنا ما بعرفش أعملها. أنا بعرف أتكلم مع نفسي بصوت عالي وأقول كل الأفكار اللي بتدور في بالي، فبدل ما بكتب بقول كل الكلام بصوت عالي. ممكن كمان نحدد وقت للتفكير. دي ممكن تبان فكرة غريبة جدا، لكن جرب تحدد وقت في اليوم للتفكير. يعني مثلا خصص 10 دقايق 15 دقيقة تفكر فيها بكل حاجة بتشغل دماغك، وبعد ما يخلص الوقت اتفق مع نفسك إنك مش هتدي فرصة للتفكير الزائد يخرب عليك بقية اليوم. ممارسة الرياضة يا جماعة مش بس بتساعد على تنشيط الجسم، لكن كمان على تهدئة العقل. حتى لو مجرد مشي بسيط لمدة نص ساعة هيكون كافي لتصفية ذهنك وتحسين حالتك المزاجية. التقبل والتسامح مع الذات. جزء كبير من التفكير الزائد بيجي من محاولتنا إن احنا نكون مثاليين أو نتجنب الأخطاء، لكن الحقيقة إن احنا مش هنقدر نتحكم في كل شيء. التسامح مع الذات هو إنك تتقبل فكرة إنك ممكن تغلط عادي، وإن دي حاجة طبيعية. إيقاف الأفكار المتكررة. لما تلاقي نفسك بتعيد نفس الأفكار مرارا وتكرارا، جرب تقول لنفسك توقف. إدراكك إنك بتفكر بشكل زائد هو أول خطوة نحو التحكم في عقلك. حاول تحول تركيزك لحاجة تانية تريح بالك. وقبل ما أختم الحكاية، عايزة أفاجئكم وأقول لكم إن البودكاست ده كان نتيجة التفكير الزائد، لأني بفكر في كل اللي بطرحه عليكم، وبقرأ عن كل الحاجات اللي بتلفت انتباهي، وبلاقي نفسي اتسحلت في دوامة من القصص والسيناريوهات اللي ما بتنتهيش. علشان كده قررت إني لازم أوقف الموضوع عند حده وأقول كل الحكايات بصوت عالي، ومن هنا عملت بودكاست برا المألوف. وأخيراً، الحياة هتمشي مهما فكرت فيها أو لأ. الأهم إنك تركز على اللي تقدر تسيطر عليه، وتتعلم تتقبل اللي مش في إيديك. أتمنى تكون الحكاية عجبتكم، ويا رب أكون عرفت بأي طريقة أفيدكم وأساعدكم تتخلصوا من هذه اللعنة. عايزة أسمع تجاربكم وحكاياتكم مع التفكير الزائد، وتقدروا تتواصلوا معايا من خلال صفحة البودكاست على الإنستغرام podcast by_ريم. انتظروني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.